شفت اللي حصل في ماتش الزمالك في جنوب افريقيا ايه؟ ما شفتش؟ تعالى اوريك، بس قبل ما اجي اوريك اعمل لي متابعه ولايك وشير الفيديو عشان نوصل لكل جمهور النادي الاهلي واي حاجه تيجي من ريحه الحبايب. السلام عليكم. امبارح كان الترجي بيلعب صن داونز، مباراه لا الاهلي طرف فيها ولا الزمالك طرف فيها. الاخ ده عنده صفحه اسمها فوكس ان بوكس. الاخ ده زملكاوي وبيشجع نادي الزمالك. راح قابل له هبده على الاحداث اللي حصلت في ماتش صن داونز والترجي، وكان بيلمح ان الاهلي ورا كل المصايب بتحصل في كرة القدم، ومنهم المصيبة دي، لان هو على كلامه الاهلي هيقابل واحد من الاتنين دولت، فلازم يعمل اسفين كده عشان يلعب الماتش بدون جمهور. فكتب البوست دوت، شوف كده. يشاء السميع العليم. تاني يوم الزمالك بيلعب في جنوب افريقيا ويتمسك فيها علقة، ومنين؟ مش من الجمهور بتاع جنوب افريقيا، لا ده من الجمهور الزملكاوي. الجمهور بتاعه هو كعادة الزملكاوية ادعى بالتدليس على النادي الاهلي، ربنا ردها له تاني يوم على طول ومن الجمهور بتاعه. ايه حكايه فوكس دوت؟ وليه جمهور الزمالك مسكوا اداله العلقه المحترمه دي؟ مش عشان النادي الاهلي، لا، فوكس ده بيدعم مشاغب وبيقول على جمهور الزمالك دلوقتي ان الجمهور دوت كله مرشدين، شافوه في المدرج ظبطوه. امبارح ادعى بالتدليس على النادي الاهلي، النهارده ربنا خلصها منه. شوف كده. Guys, is the white knight that get arrested? Guys, جماهير الزمالك الوايت نايتس اللي تبع المخبرين المشاغب زعلانين من الراجل المسكين اللي في السجن. الناس بتولوا الحريه ليه؟ ده اللي سرق التليفون؟ ده الحرامي اللي كان سارق التليفون. لا في جيبه. اشوفكم الفيديو اللي جاي.